أوقات لما بنوصل لحاجة كبيرة في حياتنا ننجح نتكرم الناس تفرح بينا وتقول علينا إننا شاطرين، بس من جواك بتحس إن في حاجة مش مظبوطة وكأنك مش مستوعب اللي حصل أو حاسس إنك ما كنتش تستاهله. وكتير بتقول لنفسك يمكن ده يكون مجرد حظ ومش مجهولي، أنا ما عملتش حاجة تستحق كل ده، وتفضل قلقان إن في يوم من الأيام تنكشف الحقيقة وتبان إنك مش بالذكاء والكفاءة اللي وصلتك للي انت فيه، وإن كل اللي انت فيه ده مؤقت وهيجي يوم ينتهي ويسيبك. الإحساس اللي انت بتحسه ده مش معناه إنك ضعيف ومش معناه إنك مجنون، هو بس دليل إنك بني آدم بتحس وتفكر وبتشك أوقات، وده طبيعي جدا. وكمان هو مش محاولة لجذب الانتباه ولا حاجة، ده شعور حقيقي وكتير جدا بيحسوا بيه، وهو ليه تفسير، ومش بس ليه تفسير، ده كمان ليه اسم واسم معروف وبيعدي على ناس كتير أكتر مما تتخيل. حتى الناس اللي بتشوفهم ناجحين وواثقين من نفسهم أحيانا بيعانوا منه. الإحساس ده اسمه متلازمة المحتال. تلاقي الشاب خلص دراسته بتقدير ممتاز وبدأ أول شغل ليه في شركة كبيرة، وبرغم إنه لسه جديد قدر يلفت الانتباه بسرعة لدرجة خلت مديره رشحه لجائزة أفضل موظف. المفروض يكون فخور بنفسه وسعيد باللي حققه وفرحان بقيمته، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. كل مرة بيتكرم فيها أو يسمع كلمة إشادة أو تقدير كان في صوت جواه بيقوله أكيد في حاجة غلط، أنت مش الأذكى وما تستحقش التقدير ده. ويفضل يقول لنفسه يمكن اللي أنا فيه صدفة، يمكن الناس لسه ما اكتشفونيش على حقيقتي. وكل برافو بتتقاله بيبتسم من بره، لكن من جواه بيقول لنفسه أنا ما استحقش. المشكلة إن الإحساس ده مش نادر، ناس كتير بتحس إنها مش ناجحة كفاية رغم كل النجاح اللي حققوه فعلا، والكتير منهم يفضل يقلل من مجهوده ويشكك في نفسه وبيتجاهل كل إشادة أو تقدير. طيب إيه هي بقى متلازمة المحتال؟ هي حالة نفسية بتخلي الشخص الناجح يحس إنه خدع الناس، يحس إن النجاح اللي وصله مش نتيجة تعبه لكن بسبب الحظ أو الصدفة أو حتى مساعدة الآخرين، وبدل ما يفرح بإنجازه يفضل خايف الناس تكتشف إنه مش أذكى ولا أحق ولا أفضل، وإنه مجرد شخص عادي جدا وما يستحقش نص اللي وصله. طيب ليه بنحس بكده؟ أول سبب هو المقارنة. السوشيال ميديا عملت لينا مصايب كتيرة، كل يوم بتشوف ناس ناجحة مبتسمة بتسافر تشتغل وكأن حياتهم فيلم تركي من غير مشاكل، وتبدأ انت تقارن حياتك بالشخص ده وتحس انك فاشل وتنسى كل النجاحات اللي حققتها وتركز بس على المقارنة الظالمة، مع ان اللي انت بتشوفه في السوشيال ميديا مجرد لقطات مش الحياة كاملة. لما نقارن نفسنا بغيرنا طول الوقت ونشوف صور نجاحهم على السوشيال ميديا بننسى إنهم بشر زينا، عندهم إخفاق ومشاكل وأوقات صعبة بتعدي عليهم لكن ما بيشاركوهاش. والأهم إننا بننسى إننا ناجحين ويمكن أكتر منهم كمان، بس ناجحين في مجالنا، وبننسى إن في ناس كتير نفسها توصل للإنجاز اللي إحنا وصلنا له. قوم انت بقى ودماغك تسيب كل ده وتكمل مسلسل الإحباط اللي انت بتقنع نفسك بيه وتحبط نفسك أكتر، وتبدأ تقول لنفسك أنا نجحت بس هم نجحوا أكتر، أنا وصلت بس دايما الناس دي سبقاني، يمكن دي صدفة أو إنهم هم فعلا أذكى وأقوى مني. وبدل ما تفرح بالعكس بتعكن على نفسك وتخلي لحظات النجاح بتمر كأنها لحظات إخفاق، وتدخل نفسك في دوامة الشك والتقليل من ذاتك وتنسى انك تستاهل وتستحق النجاح اللي وصلت له ويمكن اكتر. كمان خلينا اقولك ان المقارنة دي غير صحيحة وغير عادلة. انت بتقارن نفسك بحد يمكن بدأ قبلك، يمكن اتولد في ظروف افضل او لقى حد يمهد له الطريق بدل ما يبدأ من الصفر زيك، او ببساطة بيعرض لك بس الهايلايتس اللي عايزك تشوفها. بالظبط زي واحد جري ماراثون 10 كيلو بس بدأ متأخر ب5 دقايق عن بقية المتسابقين، ولما وصل لخط النهاية حس نفسه انه هو فاشل. علشان ايه؟ علشان ما وصلش للمركز الاول، وبدأ يقنع نفسه انه طالما ما وصلش للمركز
الأول وما طلعش الأول على المتسابقين فأكيد هو فاشل، على الرغم إنه لو توفرت له ظروف كان فرق عن الكل. بس هو بيشوف من زاوية واحدة ونسي إنه جري من غير تدريب، قطع مسافة برجله المصابة، رفض ينسحب، وكمان بدأ السباق متأخر. السبب التاني هو التربية الشديدة. لو انت صغير كنت دايما بتسمع لازم تجيب 10 من 10، أو يقولوا لك إن النجاح الحقيقي إنك تبقى الأول دايما، أو يقولوا لك غلطتك دي عيب جدا ومحدش هيحترمك بعد كده، وترسخ جواك كم كبير من المثالية صعب التنفيذ على أرض الواقع، وتكبر ويكون جواك معايير مستحيلة تتحقق. ده كمان بيخليك تكبر وانت فاكر إن قيمتك مرتبطة بالكمال مش بالمجهود، وكمان طول الوقت بتكون حاسس بفجوة بين المكانة اللي الناس شايفينك فيها وبين الواقع بتاعك الحالي. السبب الثالث الكمال الزيادة. الناس اللي بتحب كل حاجة تطلع بمثالية بتعيش في دايرة مرهقة جدا، بيبذلوا مجهود رهيب ويسهروا يدققوا في كل تفصيلة، بس لو حصل خطأ ولو صغير، حاجة بسيطة وقعت منهم، ينسوا أي مجهود هم عملوه وعلى طول دماغهم تشك في قدراتهم، ويبدأ صوت المحتال يشتغل جواهم ويقنعهم إنهم مش كفء وإن نجاحهم مجرد صدفة وقريب هينتهي. السبب الرابع الدخول في بيئة جديدة أو تحدي كبير. أول يوم في الشغل الجديد، أول مرة تمسك مشروع كبير، أول مرة تتكرم قدام الناس، الدماغ على طول بتقولك أكيد هم غلطوا في اختيارهم وده مش حقي. الإحساس ده بيجيلك لأنك ما تعودتش على النجاح فبتشك فيه. أما السبب الخامس قلة التقدير في الماضي. لو طول عمرك كنت بتتعب ومحدش بيشكرك أو دايما يقللوا من إنجازاتك، هتتعود إنك تشوف نفسك أقل من حقيقتك. الحاجة السادسة النجاح السريع أو غير المتوقع. أوقات النجاح بيجي بسرعة، ترقية مفاجأة، جايزة كبيرة، شهرة في وقت قصير، ودماغك ما بتلحقش تستوعب، فبتقولك ايه اللي بيحصل، انا مش قد ده، وتبقى حاسس فعلا انك ما تستحقش للي وصلت له، مع انك تعبت كتير بس النجاح جه فجأة. طيب هل دي مشكلة نفسية؟ هي مش مرض، لكنها حالة نفسية لو ما تعاملتش معاها ممكن تسبب قلق مزمن وتوتر واكتئاب. الأخطر من كده إنها بتخلي الناس ترفض فرص حقيقية علشان بس هم مش مصدقين إنهم يستحقوها. طيب إزاي تعرف إنك مصاب بيها؟ لو بتحس إن نجاحك مش مستحق، بتخاف الناس تكتشف إنك مش قد الصورة اللي رسموها عنك، بتعتبر إن كل إنجاز حصل لك بسبب الحظ مش بسبب الكفاءة، بتحس إنك دايما أقل من غيرك حتى لو أنت محقق أكتر منهم. كل ما حد يقولك أنت شاطر من جواك تقول لنفسك ده كلام والسلام. لو الكلام ده بينطبق عليك فأنت مش لوحدك. الدراسات بتقول إن في أكتر من 70% في العالم حسوا في وقت من حياتهم إنهم مش كفء وإنهم أخدوا مكانة مش مكانتهم. حتى العبقري ألبرت أينشتاين كان بيحس الإحساس ده، لدرجة إنه قال أنا أحيانا بحس إني محتال وإن الناس مدياني قيمة أكبر من اللي أنا استحقها. أنت متخيل شخص زي ده ومع ذلك عنده شك في نفسه وعنده متلازمة المحتال؟ الإحساس ده مش حالة نادرة ولا علامة إنك فاشل، بالعكس أوقات كتير بتحصل مع الناس اللي عندها ضمير، الناس اللي دايما بتسعى إنها تنجح وبتنجح. والمشكلة بتكون في طريقة التفكير، وبتكون كمان في الدماغ اللي مش لاقية أي تفسير للنجاح غير إنه صدفة. طيب نتصرف إزاي لما الإحساس ده يهاجمنا؟ أول حاجة تقبل الإحساس بس ما تمشيش وراه. يعني لو الصوت اللي جواك بيقولك أنا مش قد المكانة اللي وصلت لها وأكيد اللي أنا فيه ده صدفة، قول لنفسك بهدوء الصوت ده موجود بس مش معناه إنه صح، لأن أوقات دماغك بتخدعك علشان الخوف يفضل مسيطر عليك، بس إحنا بالتكرار هنقضي على التفكير ده. الحاجة التانية افتح ملف إنجازاتك القديمة، افتكر كل لحظة تعبت فيها، كل مرة كنت خايف وأخدت خطوة، كل موقف صعب عديت بيه وانت واقف على رجلك. الإنجازات دي هي اللي هتحسسك بقيمتك وهي اللي هتعرفك إن أي نجاح انت وصلت له هو نتاج مجهودك. الحاجة التالتة حاول تتكلم مع حد انت بترتاح له. الإحساس لما بيفضل جواك بيكبر، لكن لما تحكيه لحد بيفهمك بيفضل يقل مع الوقت بالتدريج. الحاجة الرابعة وهم الكمال لينا كبشر. لو بتجري ورا الكمال طول الوقت عمرك ما هتحس بالرضا، لكن لو فهمت إنك إنسان وبتغلط وبتطور هتبقى أخف على نفسك وهتشوف نجاحك بعين العقل.
وفي نهاية حلقتنا لازم تعرف إنك مش لازم تكون بطل علشان الناس تحترمك، ومش لازم تكون نجم معروف علشان تكون رقم واحد في كل حاجة. كفاية إنك بتحاول وبتتعب وبتتعلم وبتقوم بعد كل مرة تقع فيها. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب وشير علشان توصل لأكبر عدد من الناس، وأشوفكم في حلقات كتير جاية إن شاء الله، وسلام.